ايه دنيا خلصنا من افريقيا واللي بيحصل في افريقيا والدوشه بتاعت الافارقه اللي احنا متعودين عليها وعارفينها على طول. دخلنا بقى في الدوري المصري وحوارات الدوري المصري ومشاكل النادي الاهلي وازمه امام عاشور والعبط اللي بيحصل على طول ده. تفهمش فيه ايه؟ مشاكل عبيطه وحوارات عبيطه وكلها لا مؤاخذه لاجل الماده وكلام كده يعني. حوارات عبيطه ولاعيبه مش عايزه تلعب، لعيبه مش عايزه تلعب ولا تعمل كارير ولا تاريخ. هتقول ايه يعني؟ عندك أزمة إمام عاشور والدوشة اللي غريب فجأة كده حصلت. أزمة من مفيش وحاجة عبيطة خالص. وعندك طبعا مشاكل النادي الأهلي ما بتخلصش، اللي النادي الأهلي حرفيا لازم له تعديلات. النادي الأهلي لازم له تعديلات وهنتكلم فيها في الحلقة. بس قبل أي حاجة كده اللايكك الحلو والاشتراك، والله بينا نبدأ. خلينا كده الأول نبدأ بأزمة إمام عاشور والحوارات اللي بتحصل. لان بصراحه تصرف غريب من اللعيب واللي بيعمله، وما تفهمش هو اللعيب ده ماله كده. بس خلينا الاول ايه نشرح الموقف اللي حصل. دلوقتي انت كان عندك النادي الاهلي هيلاعب يانج افريكانز في تنزانيا. حلو الكلام، احنا كسبناهم 2-0. حلو. حلو الكلام. يانج افريكانز في تنزانيا يا معلم. فبس الفريق مجهزه نفسها وبتاع، وهو نزل في القايمه ان هو هيسافر معاهم وكده، والراجل رايح. فالمهم يجوا ساعة اليوم وهم مسافرين المطار. فين إمام عاشور؟ إمام عاشور ما جاش. يكلموه ما يردش. يا إمام يا إمام أنت فين؟ ما فيش إمام. المهم بقى عقبال ما عرفوا يوصلوا له وكده، الراجل كلمه قال لهم ده أنا جالي متحور جديد وهسافر أمريكا أتعالج ومش عارف إيه وعايز أجازة وي 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 وي. حركة يعني. حركة دي حركة تدني. مش عارف أقول إيه. حركة ما تطلعش غير من عيل ديني بأمانة يعني. من عيل ديني. حركة زي دي يعني سيدي، انت هقول ان انت عندك متحور فعلا، ربنا يشفي الجميع لو دي حقيقة فعلا. انت دلوقتي لو تعبان فعلا ليه ما بتقولش للإدارة؟ ليه ما بتقولش للإدارة ان انا في عندي واحد اتنين تلاتة، والإدارة هتروح مدياك الأجازة على إسرها وهتخليك تعمل اللي انت عايزه يا معلم، عادي جدا يعني مفيش مشاكل. هيفحصوك ويقولوا لك خد يا معلم ان شاء الله تاخد 100 سنة أجازة وهتاخد مرتبك كمان يا عم، محدش هيقول لك أي حاجة. مرتبك اللي هو مش قليل اللي احنا هنتكلم عليه كمان شوية. فاهم ازاي؟ بعد كده بقى نتضح ان هو بيعمل كده علشان يضغط على النادي الاهلي عشان يجدد عقده عشان ياخد له قرشين زياده، علشان مش عارف يروح بقى جاي له انديه من هنا ومن هنا ومن هنا وخلاص. يا اسطى عايز تمشي امشي، والله العظيم احنا عايزينك تحترف اصلا، والله العظيم كل الناس في مصر عايزاك تحترف اصلا، ومحدش عايزك تقعد في مصر لان هم شايفينك ان انت اكبر وموهبتك فعلا اكبر من كده. بس دي ما تأهلكش انك تلعب في مركز نادي حماد. مش هقول لك في اوروبا ولا في امريكا، دي ما تأهلكش انك تلعب في مركز نادي حماد، نادي حشطوط، نادي ميت ابو عربي. ما تخليكاش تلعب في كده. ما هنتكلم بصراحه بقى، عقليتك دي ما تلعبش كده. عايز تعرف الفرق بينك وبين صلاح؟ اتفرج على صلاح. مين موهبته اعلى؟ انت موهبتك اعلى. مين كورته احسن ومين فعلا لعيب يمتعك اكتر؟ امام عاشور يعمل كده ويمتعك اكتر. مين بقى لعيب احسن؟ مش محتاجه جواب يعني. مش صلاح فارق عن كلكم انتوا كده وهو كده. صلاح فارق عنكم بمراحل بسنين ضوئيه بسبب ان الراجل عقليته كده. الراجل عقليته عايزه فعلا كوره، عايزه تعمل كارير، عايزه تعمل حاجه لنفسها فعلا. مش اللي هو انا بقى عايز اعمل فلوس، البنات بقى معجبه بيا وبشعر الكيرلي اللي انا عامله بقى ومدرج المولت يا بت والحركات واخد مراتي بقى نقعد نخرج هنا ونخرج هنا ونقضيها لا. وحوار بصراحه النادي الاهلي جو بقى ان انت ايه ده، انا اسبوعين هيتمرن لوحده ومليون ونص خصم. يا اسطى مليون ونص ايه؟ هو المليون ونص دي فرق له؟ ولا المليون ونص دي بالنسبه له رقم؟ المليون ونص دي بالنسبه له يعني بيصرفهم في نص شهر كده ولا حاجه مصاريفه بس هو في البيت كده وبتاع، لما ينزل هو ومراته كل يوم يتغدوا لهم في مطعم وتمارينه. المليون ونص دول مش رقم بالنسبه له يعني. وجو اسبوعين انتوا في ايه؟ اداره النادي الاهلي بقت شخصيتها ضعيفه، اداره النادي الاهلي بقت شخصيتها ضعيفه جدا 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 يعني. مش فاهم في ايه. اللعيبه بتتمرد، اللعيبه بتمشي كلامها على المدربين وعلى الاداره، لا انا عايز بالسعر كذا، لا انا عايز العب، لا انا مش عايز العب. ومش هنتكلم على اسامي حد. واللعيبه بقت بتمشي كلامها، لا انا ما حدش ينتقدني، لا انا ما حدش يقول لي مش عارف ايه، لا او لا لا. واداره النادي الاهلي حاضر حاضر. ده مش النادي الاهلي اللي انا اعرفه، ده مش النادي الاهلي اللي انا اعرفه. مش فاهم في ايه. نكمل بقى. امام عاشور، امام عاشور في ناس دايما قريبه منه تقول لك ايه؟ تقول لك امام عاشور مش خبيث بس امام عاشور غبي. بمعنى تقول لك يعني بيسمع كلام اي حد، دماغه سيئاه مسوحاه، عبيط اللي على قلبه على لسانه. يا عم انا ماليش دعوه، وانا هخطبه. انا ليا ان اللعيب ده بيعمل تصرفات غلط ومش اول مشكله يعملها. قبل كده يتخانق مع الشناوي، يعمل مشاكل مع الجمهور، يعمل مشاكل مع جمهور الخصم والناس الخصم. يا حبيبي احنا مش كده، احنا مش كده. احنا الناس هي اللي بتعمل معانا كده، واحنا بنبقى الرد الفعل اللي في وشهم، احنا اللي بنعرفهم ان هم غلطانين. انها مش احنا اللي نروح نخصم مع ده ونخصم مع ده ونعمل حوارات. احنا ناس عارفين مقامنا ايه، احنا ناس عارفين مقامنا ايه. عايز يا صاحبي تمشي والله العظيم احنا عايزينك تحترف. شوف لك عقد يا باشا واحنا معاك، واحنا معاك وجاي بتعمل كده.
والازمات اللي انت بتعملها دي اصلا هتخلي الفرق تنفر منك، تقول ايه اللعيب ده، اللعيب ده شكله مش جاي منه، ده انت في ميتلاند ما عرفتش تتكلم انجليزي ورجعت، فعايز تروح فرقه كبيره بقى وفيها انضباط وانت ما بتعرفش تنضبط ولا عايز تتعلم لغه، فانت عايز ايه طيب بجد؟ وعندك كمان 5 شهور في كاس عالم، في كاس عالم يا معلم، والكاس عالم ده سعرك هيضرب فيه 10، انت بتقتل في فرصك وانت لسه راجع من 6 شهور اصابه اصلا وغياب، ومحتاج اي فرصه، يا دوبك يوم ما وقفت على رجليك وربنا كرمك قمت مضيع ده كله. طب ليه يا سيدي؟ هفترض معاك انك مش عايز تلعب ماتش يفرق يانج افريكانز وشايفه ماتش ايه بالحب وخلاص، واحنا كسبنا 2-0 وبتاع والدنيا بسيطه وانا مكسل العب. طب ما تقول للمدير الفني بتاعك، قول له بعد اذنك انا مكسل العب الماتش ده واستبعدني وبتاع عشان عايز اريح لي شويه وبتاع. الراجل مش هيقول لك اي حاجه، مع ان دي حاجه غير مبرره. انت راجل بتاخد لك في السنه بكله باعلانات بكله حوالي 100 مليون جنيه في السنه، 100 مليون جنيه في السنه بفلوس بحركات بكل حاجه. تيجي ماتش زي ده مكسل انك تلعب وانت هتسافر في طياره خاصه ودنيتك حلوه ومسافر وهتعامل احسن معامله وهتستقبل احسن استقبال، مكسل تلعب الماتش؟ يا اخي ده الناس بتنزل، ده احنا بننزل بالشغل بالخمس والست والتسع ساعات في اليوم، يطلع عين اللي جابونا وميتين اللي جابونا عشان في الاخر 5-6 آلاف جنيه، وانت يا دوبك مليون 100 مليون جنيه مش مخلينك مكسل تلعب الماتش، 100 مليون جنيه مخلينك تكسل تلعب الماتش، واحنا ناس بتنزل ب9 ساعات بيطلع عين ابوها بال12 ساعه عشان خاطر 6 و5000 جنيه، وانت في الاخر مش عاجبك حالك ولا انا عايز ارتاح الماتش ده. يسطا في ايه ده؟ ال5-6 آلاف جنيه اللي انا بعمله في السنه كلها بالنسبه لك ده ربع شهر، بالنسبه لك ده بالنسبه لك ربع شهر ومتضايق كمان ومش عايز تلعب؟ يا عم ده ايه الدلع ده كله؟ ندخل بقى على النادي الاهلي وحوارات النادي الاهلي ومشاكل النادي الاهلي علشان الواحد ايه ما يتخانقش اكتر من كده. النادي الاهلي يا معلم مش النادي الاهلي اللي احنا عارفينه، ده مش النادي الاهلي اللي احنا عارفينه اللي متربيين على قيم وعلى مبادئ وعلى. ده مش النادي الاهلي اللي احنا نعرفه، اللي انا اتولدت اعرفه. يعني الراجل المهندس اللي كان قبل الخطيب، مش فاكر اسمه مهندس ايه، بس الراجل ده لا في عصره ما كنتش بشوف الحاجات دي، مع احترامي للخطيب يعني ما كنتش بشوف الحوارات دي. مبدئيا كده حل مشاكل النادي الاهلي ان كابتن محمود الخطيب والاداره اللي معاه كلها تمشي، مع احترامي ليهم يعني، حققتوا انجازات عملتوا معانا جو حلو، بس شكرا. لا بتعملوا صفقات عدله وجو بقى ان انا افضل اجيب في اكيد في الزمالك ومش عارف ايه واخد منه صفقات، مش عايزهم، مش عايز صفقات في الزمالك. في الاول خدت لي كهربا قلنا بوم صفقه بوم وبتاع، وكهربا كان جاي بيعرج وعمل معانا كذا لقطه وخلاص، والراجل جه ومشيت الدنيا الحمد لله وجبنا بيه كذا افريقيا وعمل كذا لقطه، ماشي عديناها كهربا اهو عشان كهربا بيقول لك اهلاوي. بعد كده صفقه امام عاشور كتف الزمالك، بعد كده صفقه زيزو بن شرقي كتف الزمالك، وهات لي واحد من دول كلهم عدل ما فيه. يعني المحترم اللي فيهم كلهم مثلا هقول لك زيزو بن شرقي، دول محترمين، دي لعيبه محترمه بس بيعملوا لي حاجه، بيعملوا لي اضافه. لا هو صفقه كتف الزمالك بس. يا عم هو الزمالك لا ياكل، هو الزمالك لا ياكل ولا لا يشرب اصلا عشان تكيده، سيبه في حاله، سيب الزمالك في حاله، هو لا ياكل اصلا يا عم. ما مش ناقصه ولا بتجيب مهاجم ولا بتجيب محمد شريف ايه ده اللي يبقى مهاجم؟ محمد شريف ايه ده اللي يبقى مهاجمي؟ وجراديشار ايه برضه؟ ولا بتجيب مهاجم ولا بتجيب رايت باك ولا ليفت باك مكان علي معلول زي الناس، ولا بتجيب حد في نص الملعب. كل بس همك ان انا اكيد في الزمالك واعمل فلوس واعمل فلوس واعمل فلوس. النادي الاهلي فيه فلوس كتير جدا، النادي الاهلي عنده فلوس كتير جدا، يقدر يجيب لعيب مثلا ب 10 مليون عادي جدا، عادي جدا ولا يفرق لنا 10 مليون يورو طبعا ولا يفرق لنا. بس لا احنا مش عايزين نعمل كده، احنا المهم عندنا الفلوس، مش انا بكسب لك افريقيا وبتاع خلاص الدنيا حلوه والدنيا سبهلله. لا لا انتوا بقيتوا فسده كده، انتوا كده ما بقيتوش تفرقوا اي حاجه عن اتحاد الكوره الفاسد، انتوا كمان بقيتوا فسده، كل همكم الفلوس والحركات والكيد في الزمالك وبتاع والكلام ده وخلاص. والدوري بتاعنا اصلا دوري ميت. انت لو تبص اصلا في الاحصاء في حاجه مهمه بقى، نزل ترتيب الاحصاءات بتاعت الدوريات، فالدوري الانجليزي الاول، مش عارف الاسباني الثاني، الايطالي كده يعني. فالمهم ما علينا، الدوري المصري طلع في المركز ال 16، الدوري المصري في المركز ال 16، فرق بينه وبين الدوري السعودي 3 مراكز بس، الدوري السعودي مركز 13. شوف الدوري السعودي بكل اللي صرفه بكل اللي عامله هو في المركز ال 13 وانت في المركز ال 16، فرق مركزين بينك وبينه. حلو الكلام؟ هل ده معناه ان انت بقى حلو وكورتك حلوه؟ لا، لا كورتك حلوه ولا عندك مواهب ولا عندك لعيبه ولا عندك معلقين ولا عندك كاميرات تصور ولا عندك ارضيات ملعب ولا عندك اي حاجه. ايه الحلو في الدوري المصري؟ احنا اللي بنحل الدوري بتاعك ده. الدوري بتاعك ده اقسم بالله يعني هو الناس القديمه، هي الناس القديمه اللي من التسعينات وكده اللي هم بقى عصروا
ابو تريكه ووائل جمعه والناس دي كلها وبركات، الناس دي فعلا هي اللي بتحب الدوري بتاعك، هم دول ال 1% اللي بيتفرجوا عليه، انما 99% محدش بيتفرج عليه. بس احنا اللي بنحل لك الدوري. احنا ماتش بين اهلي وزمالك حتى لو وحش احنا اللي بنديله الاثاره والمتعه بتاعته. احنا لما اي صفقه بتتاخد منها ولا من هنا بنديها الهايب بتاعها، وبص بنبومبير وبنعلي الهايب بتاعها. احنا بيراميدز لما دخل الدوري خليناه منافس، وبقى الحركات لما ياخد مننا عبد الله السعيد ورمضان صبحي بتاع بقينا نقعد نتفاعل وبتاع ونعمل حركات وبتاع، فعلينا لك الدوري وخلينا الدوري بتاعك فيه تنافسيه بجد. انما غير كده انت ملط في الدوري المصري بتاعك. فانت بقى جو النادي الاهلي انا اكيد في دي، لا اصل انا لعبت قبل كده ريال مدريد، اصل انا قبل كده لعبت بايرن ميونخ، ما يس ما خلاص، ما كل الفرق بتلعب ريال مدريد ما بنفيكا لعبت ريال مدريد وكسبتها وهتلعبها تاني عادي جدا، مفيش اي حاجه يعني ولا في اي مشاكل. انت ليه محس ان انت بتعمل حاجه اعجازيه يعني، ولا حاجه مفيش زيها؟ ما عادي يعني، ماتش وخلاص وهيعدي مش حوار، فاهمني ازاي؟ بس انت بقى تقعد عايش لي على التاريخ اللي انت عملته، لا اعمل تاريخ جديد، انا عايزك تعمل حاجه جديده، عايزك تتطور بجد، عايزك تبقى بني ادم، عايزك تبقى بني ادم بجد. كابتن محمود الخطيب شكرا، كفايه كده، لا في صفقات وشغل كيد في الزمالك وخلاص، والزمالك اصلا هيقفل من كتر الافلاس، وشغل بقى ان احنا عمالين ندادي في اللعيبه وحاضر يا حبيبي وبتاع، بقينا عاملين زي ريال مدريد، اللعيب بس يجيب لنا اعلانات وفلوس وبتاع، حبيب قلبي. طب يا عم العب، حتى لو ما بيلعبش ده، لو بيتمرد ولا بيعمل ايه هنقعد ندادي عليه ونطبطب عليه؟ ولو المدير الفني ده شخصيته قويه ومش عاجبه نمشيه ونجيب مدير فني جديد يقعد يطبطب على اللعيبه وحاضر وبتاع، بس المهم الاعلانات والفلوس اللي بتيجي من الاعلانات والفلوس اللي بتيجي من وراهم، بقينا احنا ماشيين في كده. فالحل للنادي الاهلي ان كابتن محمود الخطيب والناس اللي معاه دي كلها تمشي، وكابتن سيد عبد الحفيظ يرجع بقى تاني يقف تاني على الخط كده ويظبط اللعيبه دي، ونجيب بقى اداره جديده بناس شخصيتها قويه فعلا، الناس بقى عايزه تعمل حاجه جديده. خلاص النادي كابتن محمود الخطيب والناس اللي معاه تحسهم السقف، خلاص احنا عملنا اللي علينا كفايه قوي كده وخلاص يعني. والكلام يطول والله، بس مش عايزين نرغي كتير في الحوارات دي. بس انت يعني الواحد كان بيفضفض كده معاكم عن ازمه امام عاشور وحوارات الاهلي والمشاكل اللي بتحصل دي. فيعني لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، وشكرا ليكم.